يا ميت أهلا وسهلا بالحلوين. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل الهات كوكو بار اللي هو الركن بتاع الكاكاو السخن أو الشوكولاتة السخنة. الركن ده بيكون على وقت الكريسماس، الناس بتخصص حتة معينة في المطبخ بيعملوها للمشروبات اللي هي الشوكولاتة والكاكاو، وبيعملوها بيحطوها على الرخامة وبيزينوها بشكل جميل جدا، بحيث انه بيبقى في ناس كتير، بيبقى في عزايم، بيبقى العدد كبير، فاللي عايز حاجة بتبقى سهلة قدامه وفي نفس الوقت بتبقى شكلها فيستيف وحلو. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده انا جبت بقية الشوكولاتة اللي اتفضلت من الفيديو بتاع تزيين المارشميلو. اللي ما شافش الفيديو هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس عشان تشوفوه. خدت بقية الشوكولاتة اللي اتفضلت وهحطها في قالب. القالب عبارة عن معالق بحيث انه احطها في الهات كوكو. هحطها بعد كده في قلب الباكج اللي انا هعملها دلوقتي، الاكياس اللي انا هعملها دلوقتي. جبت اكياس شكلها جميل وظريف وهحط فيها الهات كوكو. هنا بتتباع الاكياس دي، بس طبعا المارشميلو بتاعها ما بيبقاش حلال، فانا قلت هعملها في البيت. ممكن نشتري اكياس مثلثات جاهزه، وممكن نشتري كيس زي ده ونلزقه من ورا كده بحيث يبقى شكله مثلث بالشكل ده. هحط فيه شويه كاكاو، هحط فيه مارشميلو حلال، وهحط فيه معلقه من المعالق. المعلقه دي هنا بالمنت النعناع، وفي معلقة تانية بتبقى بالشوكولاتة من المعالق اللي احنا عملناها. وهقفله بحيث الكيس بيبقى استخدام كوباية، عشان اللي عايز يعمل كوباية يبقى الكيس جاهز، بياخد الكيس ويعمل كوباية الهات كوكو على طول. ممكن نحط سبرينكلز مكسرات، يعني بنغير، يعني ممكن نحط كل كيس يكون شكله حاجة تانية مختلفة أو جواه حاجة تانية مختلفة. ده المارشميلو اللي احنا زيناه مع بعض. وانس ان هو نشف، يعني الشوكولاتة نشفت ومسكت في بعضها، هبدأ أغلفه. بيبقى شكله حلو وجميل وبيبقى جاهز. اللي عايز ياكله كده بياكله، اللي عايز يحطه في المشروب بتاعه بيحطه. تالت حاجة هنعملها مع بعض وهتكون أرخص من لو اشتريناها من بره، الويفر اللي بيبقى متغطي بالكاندي كين المتكسر الصغير ده. فاحنا هنجيب يا إما كاندي كين متكسر، يا إما هجيب واحدة من المعالق اللي انتوا شايفينها دي، هكسرها هحطها في الكيس وهقفل عليها، بس هخبط عليها خبطة. ممكن نكسرها بطرق كتيرة قوي. عايز تحطيها في الخلاط بس تهيألي هتبقى جديدة شوية، ممكن نحطها في الهون. هنكسرها أو ندق عليها زي ما أنا عملت كده. هنكسرها حتت صغيرة. هجيب من دولار تري علبة بيبقى فيها ويفرز كتيرة، هاخد واحدة هغطيها في بقية الشوكولاتة اللي عندنا. هغطي حوالي تقريبا نص الويفر بالشوكولاتة، وبعد كده هحطه على او همشيه على الحاجات اللي هي اللي انا اوريدي كسرتها، الكاندي كين بقى يعني، او المعلقة دي همشيها عليها لحد ما كلها تلزق فيها. هستنى عليها شوية لحد ما الشوكولاتة تنشف وتبقى ماسكة نفسها، وبعدين اغلفها في الكيس. ممكن اغلفها في كيس لوحدها اللي بيحب ياكلها كده، وممكن احطها في قلب الكيس بتاع الكاكاو. هجيب بقى الكونتينر الازاز ده وهبدا احط فيه كرات الشوكولاته. دي كانت موجوده عندي من قبل كده، دي كرات جاهزه فيها كل حاجه من جوه، المارشميلو كله يعني، بس بنحطها في اللبن او في الميه السخنه وخلاص. وهبدا ارص الحاجات اللي عندي، يا اما في مجات شكلها حلو، يا اما فاكرين الكونتينر ده من السنه اللي فاتت هحط فيه المارشميلو عشان محكم الغلق، عشان المارشميلو ما ينشفش. دايما لما اجي اعمل هات كوكا بار برتب كل حاجه الاول، برصها في المكان اللي انا عايزاه الاول، في الكونتينر اللي انا عايزاه، وبعد كده اشوف هحط ايه فين. كان عندي هنا شويه M&M's فاضلين، هفضيهم في الكونتينر الازاز ده، وهسيب احط بس نصهم عشان ابقى احط عليهم الشوكليت. المعالق اللي احنا عملناها هحطها معاهم، وفي مج من المجات التانية هحط المارشميلو اللي احنا زيناه مع بعض. وهجيب المج الكبير ده، اللي متابع الفيديوهات عارف ان ده من السنة اللي فاتت، انا بحب المج ده قوي. هحط فيه الاستراس عشان هو طويل بس شوية. كنت بحط فيه في العادة الكاندي كين، بس مش هجيب كاندي كين السنة دي، هكتفي بالمعالق بس. فهحط فيه الاستراس، وكمان في المج التاني ده هحط تشوكلت. التشوكلت دي يعني عاملة زي الشمسية كده، فممكن نعلقها في الكوباية والشوكليت تسيح بالراحة كده بالبطيء كل ما بنشرب. وانا في دولار تري لقيت الكوباية دي معمولة من برضو الحلويات، شكلها جميل قوي. انا عارفة هي بتاعت ايه، بس انا هستخدمها في استخدام تاني. هحط معاها المعالق يعني يعني شكلهم ماتشنج، هيبقى شكلهم حلو قوي مع بعض. عشان اوسع على نفسي هبدأ ارص حاجة حاجة واكمل وانا برص. ده الركن اللي انا اخترته، الركن اللي جنب التلاجة. اول حاجة هنضف كويس، بعد كده هحط البورد دي كانت عندي من السنة اللي فاتت.
المرة دي بقى مش هعمل الحاجات على بس يعني دور واحد بس او ليفل واحد بس. هجيب الشمعدان ده، هحطه، هو شمعدان تقيل يعني ماسك نفسه، وهحط عليه الرخام البورد ده. دي حاجات ملهاش اي علاقة ببعض انا عارفة، بس شكلها في الاخر هيبقى حلو. ودي عشان اعمل يعني اعمل دورين من غير ما اشتري من بره اي حاجة. هبدأ احط على البورد اللي تحت المجات اللي احنا عملناها، وعلى البورد اللي فوق هحط علبة المارشميلو، وهحط حواليها الشوكولاتة اللي هي شكلها زي سنو مان دي. هفصلهم عن بعض واحدة واحدة وارصهم حواليها بشكل جميل. هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي في الاخر خالص. فاكرين الكونتينر ده؟ هستخدمه، هحط فيه بقية الويفر اللي اتفضل عندي. هشيله كده بالكيس زي ما هو وهحطه، بس هغير العلبة عشان يبقى يعني كله ماشي مع الكريسماس، يعني يبقى شكله ماشي مع الديكور اللي انا هعمله. والعلبة اللي ورا اللي فيها الجينجر بريد مان دي، العلبة دي فيها بسكويت، هحطها بالبسكويت بتاعها زي ما هي كده. هطلع بقى النور واعلقه من فوق، وهعلق الاورنمنتس اللي انتوا شايفينها دي، هتدي شكل جميل. هسيب الفيشة، هحط في الفيشة سنتر، لان كده كده الفيشة انا هستخدمها في الكافي ماشين. وبالنسبة للفيشة التانية اللي هي بتاعت الكيبل، جبت زي كارت صغير، ده اللي بيتحط فيه الجيفت كارد. كارت شكله كان شيك جدا على شكل كوباية هات كوكو. هجيبه، لقيته مناسب جدا للركنة، وهلزقه بالتيب اللي هو دبل فيس اللي هو بيلزق من الناحيتين. هحط حتة صغيرة وهلزقه عشان يغطي الشكل، وهيبقى ماشي حلو قوي مع الثيم. وهبدأ احط المجات بتاعتي. هحط مج عند الكافي ماشين، وهحط مجين فاضيين، بس في كل واحد هحط فيه الكيس من اكياس الكاكاو اللي احنا عملناها. وده بيكون شكل الكوكو بار النهائي. عايزة اقول لكم الفيديو ظلمه، شكله روعة روعة روعة، مع الإضاءة مع الحاجات اللي بتلمع السباركلي اللي في الأورنمنتس، شكله تحفة. الفكرة دي احنا مش بس ممكن نعملها في الكريسماس، احنا كمان ممكن نعملها في عيد الفطر. ممكن نعمل كورنر زي ده كده، ونجهز فيه حاجات القهوة، حاجات الهوت شوكولات، الكاندي للولاد. عايزة اقول لكم هيعمل جو بهجة في البيت جميلة جدا. كده حلوين، بنكون وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب تكون الأفكار اللي في الفيديو عجبتكم. بحبكم كتير كتير من عندي لعند كل واحد فيكم. أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. باي.